السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حضراتكم بعد ما نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة دي يا جماعة اللي قدام حضراتكم ديت أكيد قابلت ناس كتيرة جدا عاملين قنوات على اليوتيوب أو عاملين محتويات على النت. طبعا كلنا عارفين ان قنوات اليوتيوب كلها، وسواء الناس المبتدئين او الناس اللي هم القدامى اللي عاملين قنوات من زمن الزمن، ان كان بيجيهم الارباح بتاعتهم سواء من على اليوتيوب او من على غيره، كان بيجيهم بالدولار المصري. وطبعا بعد التحديثات اللي حصلت على اليوتيوب اصبح دلوقتي الفلوس اللي المفروض تتحول من جوجل اكسن من بره، كان المفروض دلوقتي ان كانت بتحول بالدولار، دلوقتي بعد التحديثات اللي حصلت هتتحول بالجنيه المصري. كله طبعا عارف الكلام ده كويس وكلنا في المشكلة ديت. وطبعا لما جينا نحول التحويلات بالجنيه المصري قال لنا لازم ان انت تفتح حساب جديد او تدخل حسابك اللي هو تابع البنك اللي ليك. هتجيلك رسالة والرسالة ديت فيها رمز، والرمز دوت اقل من جنيه. يعني ممكن يجيلك 90 قرش، ممكن يجيلك 70 قرش، ممكن يجيلك 37 قرش، ممكن يجيلك 50 قرش. المهم ان الرسالة اللي هتجيلك على البنك ديت ايا كانت 50 قرش 30 قرش قبل ما تتخصم الضريبة، اعرف التحويلة اللي جت ايه بالظبط من بره، وتكتب لنا الرقم دوت في اثبات الملكية اللي هو على جوجل ادسن. طبعا في ناس كتيرة بنسبة 90% مشتركة تبع بنك مصر، تمام، وفي ناس عاملة حساب تبع بنك الأهلي واسكندرية وغيره، تمام. طيب بالنسبة لبنك مصر 90% مفيش حد وصل له رسالة، ويمكن كمان 99% محدش وصل له رسالة خالص، تمام. فطبعا لما سألنا اللي هم المسؤولين في جوجل ادسن والناس المعروفة قال لك روح للبنك وخلي البنك يطلع لك كشف بالوارد اللي دخلك. احتمال يكون عشان النسبة صغيرة جدا فما تجيلكش رسالة، لا 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 على الموبايل ولا على بنك، على اللي هو ايه تطبيق بنك مصر اونلاين، تمام. فطبعا رحنا البنك وطلبنا فعلا منهم ان هم يجيبوا لنا كشف للفلوس اللي هي بتيجي من بره. قالوا الكشف دوت عشان تطلعه هتدفع عليه فلوس، فانا هشوف لك الموضوع من على الكمبيوتر. بصراحة جزاهم الله كل خير، دخلوا على الكمبيوتر وابتدوا يشوفوا، قالوا مفيش أي حوالات وصلت لا من شهر 2 ولا شهر 3 ولا بداية شهر 4. وطبعا التحديثات دي بدأت من أول شهر 4، وكله ابتدى إن هو يدخل الحساب البنكي على جوجل أدسن ومستني الرسالة. ده بالنسبة لبنك مصر. طب إيه الحل؟ قالك الحل إن الرسالة ديت والله مش في إيدينا، فمش عارفين الدنيا فيها إيه. ناس كتيرة رشحت بإن الواحد يروح يعمل حساب في بنك الأهلي أو بنك اسكندرية أو أي بنك تاني. بالفعل رحنا على بنك الأهلي وطلبنا من بنك الأهلي إن احنا نعمل حساب توفير. بنك الأهلي بصراحة جزاهم الله كل خير، مقابلة كويسة وناس تمام جدا. قالوا لنا طيب لازم إثبات ضريبي، يعني لازم يكون عندك بطاقة ضريبية وسجل تجاري، وتجيب لنا ورقة بإن أنت عامل محتوى على اليوتيوب أو عامل محتوى على النت، وده يثبت ان انت عامل ورق ضريبي للمحتوى دوت، وتجيب لنا الورقة الضريبية ديت وهنفتح لك حساب في بنك الاهلي. طب يا فندم انا طيب ما عنديش اي حاجة تاني وغير هو خلاص يبقى تروح تعمل بطاقة ضريبية بان انت منشئ محتوى عشان خاطر نقدر ان احنا نفتح لك حساب، عشان نعرف الدخل او المصدر اللي جاي لك منه الاموال ديت جاية منين بالظبط. فطبعا هم وضحوا لنا الصورة كويس جدا. طب يا فندم مفيش اي حل تاني؟ قال لك لا مفيش اي حل تاني. يعني يا جماعة دلوقتي الدنيا متعقدة جدا، لا الرسالة عايزة تيجي على بنك مصر ولا البنك الاهلي عايز يفتح لك حساب الا لما تعمل بطاقة ضريبية. طب انت عامل قناة مبتدئ لسه بيخش لك مثلا $100 ولا حاجة في السنة، هل
المفروض ان احنا نعمل بطاقة ضريبية على الحاجة ديت. ده اللي احنا هنشوفه مع التعليقات والناس اللي هتتكلم في الايام الفترة الجاية على المنصات. سلام عليكم.